السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مين قال إن لازم يكون عندنا وراك فراخ عشان نعمل الشيش طاووق؟ ومين قال إننا لازم نشوي ونتعب ونبهدل الفرن؟ ولا حتى لازم يكون عندنا عيدان خشب عشان نعمله؟ النهاردة هنغير كل القواعد والقوانين اللي اتعلمناها زمان. هنعمل الشيش طاووق في صينية فوق البوتاجاز، وهنخليه وجبة كاملة متكاملة فيها كل الخضار والبروتين اللي مش هتحتاجي جنبها أي حاجة تانية. هنعمل أحلى شيش طاووق دايب ومستوي وبريحة ونكهة أكبر المطاعم. يلا كفاية كلام كتير، وتعالي نبدأ الفيديو ونعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتيش. وقبل ما نبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنفتح التلاجة وهنجيب أي خضار عندك في التلاجة انتي بتحبيه. يعني هنجيب بصل، طماطم، فلفل ألوان. ما عندكيش يبقى فلفل أخضر رومي مفيش مشكلة، طماطم برضو، بطاطس. كل الحاجات دي هنجيبها ونقطعها زي ما انتي شايفة كده. هنقطع البصل مكعبات، وهنقطع الجزر على شكل حلقات، بس ما تكونش رفيعة قوي على ان هو ياخد سوى الفراخ. كذلك برضو البطاطس هنقطعها بنفس السمك اللي قطعنا بيه الجزر، لان البطاطس والجزر اكتر حاجات بتاخد تسوية مع الفراخ. كمية الحاجات اللي انتي بتقطعيها بتبقى على حسب كمية الفراخ اللي انتي بتستعمليها. طيب الفلفل بقى ما بنقطعوش كده، الفلفل بنقطعه مربعات كده، وما بيكونش صغير قوي عشان ما يتهريش منك. الطماطم برضو لو هي كبيرة بتقطعيها مكعبات، لو هي صغيرة زي اللي عندي اللي انت شايفاها دلوقتي بتخليها كده زي ما هي، او لو هي وسط في الحجم بتعمليها نصين وخلاص. كده بقى الخضار كله اتقطع معايا وبقى جاهز. انا قسمته على طبقين عشان اعرفك ان الطماطم والفلفل دول ممكن يتحطوا في الاخر لان هم بياخدوش تسوية، اما البصل والجزر والبطاطس بيتحطوا من الاول خالص. دلوقتي بقى بسم الله الرحمن الرحيم، تعالي نعمل اهم خطوة اللي هي التتبيلة. بنبدأ أول حاجة بعلبة زبادي، ودي عشان تدي طراوة للنسيج بتاع الفراخ، وانت بتاكليها تحسي ان هي دايبة معاكي كده. برضو عصير ليمونة، لأن الليمون بيشد النسيج بتاع اللحوم عموما، وبيخليها ماسكة وحلوة. تاني حاجة هنحط معلقة سكر، ودي عشان تسكر الخلطة معايا. بعد كده معلقتين صلصة طماطم، ودي ممكن ما تستعمليهمش لو مش عندك. هنحط برضو 3 معالق او معلقتين صويا صوص، وده بيدي طعم ونكهة ولون حلو. زيت زيتون ما عندكيش ممكن تبقى زيت عادي خالص من بتاع الاكل اللي احنا بنستعمله. وبرضو معلقة خل عشان تستوي بسرعة معاكي. تعالي بقى شوية البهارات اللي هي لا غنى عنها: كركم، بصل بودر، توم بودر، بابريكا، ولو مدخنة تبقى أحلى وأحلى، شطة، زعتر، ملح وفلفل. بعد كده ده الملح. طبعا احنا ما بتكتريش الملح لان انت هتسيبيها في التتبيله دي فتره، ومش بتستوي بميه، هي بتستوي منها فيها، بتنزل ميتها وبتشربها. احنا قايلين مش هنشويها، احنا هنعملها فوق البوتاجاز. بنعمل بقى التتبيله دي كويس قوي، بنخلطها مع بعضها. تعالي بقى نحط الحركة ديت بتريح قوي، ان احنا نفتح كيس كده على كيس تلاجة على الرخامة لو انت بتستعملي فراخ او لحوم، عشان ما تفضل الرخامة بتاعتك نظيفة وما تتعبيش بعدها في ان انت تقعدي تنظفي وتعملي. هنبدأ نقطع الفراخ بقى مكعبات. انا عندي الفراخ هنا على فكرة مش وراك، هنعمل بصدور الفراخ، وبرضو بتنفع وبتدي نتيجة احلى كمان من اللي وراك. لو وصلتي بقى معايا لحد هنا ما تنسيش تعملي لايك لو لسه ما عملتيش، تشتركي في القناة لو لسه ما اشتركتيش عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. ونرجع لوصفتنا تاني. لو هتعملي قلنا الصدور، يبقى بتخلي الصدور كده مكعبات وما تكونش كبيرة قوي، لان الصدور طبعا بتاخد تسوية غير اللي وراك، انما اللي وراك بتبقى قطع اكبر من كده وبتستوي اسرع من الصدور. دلوقتي بقى انا خلصتها، شفتي شلت الكيس كله كده مره واحده وارميه ومش محتاجه ولا امسح رخامه تاني ولا اعقمها ولا اي حاجه. هخلط بقى الصدور كده او الفراخ عموما في التتبيله بتاعتها. طيب لو انت بقى مستعجله هتعملي ايه؟ هتحطي الفراخ بالخضار كلها على بعضها في صينيه وشكرا، هتحطيها في الفرن. وتاني يوم او بعد ساعتين، هي مفروض بتسيبيها ساعتين اقل حاجه، ولو سبتيها لتاني يوم هيبقى افضل كمان وتديكي طعم احلى. بس في الحالة دي هتضيفي الطماطم والفلفل للصينية آخر 10 دقايق من التسوية عشان الفلفل ما يتبلش ولا الطماطم تتهري.
طيب عندك وقت بقى فاضي كده ومزاجك رايق وعايزة تعملي شكل حلو، عندك عزومة، عايزة تكافئي ولادك، يبقى يلا هاتي العيدان الخشب وتعالي نرصها. هنحطي فوق الطماطم ومن تحت قطعة بطاطس أو قطعة جزر عشان يمسك الفراخ مكانها وما تتحركش، أو برضو حسب ذوقك وحسب رغبتك. ودلوقتي بعد ما خلصنا كل الكمية اللي معانا هنسيبها في التلاجة ساعتين أقل حاجة. وزي ما قلتلك لو عايزة تسويها في الصينية كده زي ما هي زي الفل، فوق البوتاجاز هينفع، جوه الفرن هينفع. طب لو فاض منك شوية خضار شوية بطاطس هنعمل فيهم ايه؟ بتحطيهم في جنب الصينية كده وبرضو بيستووا وبيدوكي طعم جميل جدا وبيتاكلوا حلو قوي. احنا هنا دلوقتي هنعملها في جريل، تقدري تسويها في نفس الصينية. انا كده كده عملتها ورصيتها في الصينية عشان اوريكي ان ينفع كده وينفع كده. سواء في صينية في جريل بتحطي في عليها معلقتين زيت 2 وتبدأي تنزلي عليها الشيش طاووق لحد بس ما ياخد صدمة، عشان الصدمة دي بتخلي الفراخ او اللحوم عموما بتحتفظ بكل الصوص اللي جواها وبتفضل جوسي وطرية وحلوة، وما بتحتاجيش ان انت تزودي لها اثناء التسوية اي نقطة مية. بعد كده انا رصيت خلاص العيدان. طيب الزيادة بقى قلنا هنعمل فيهم ايه؟ هنحطهم جنبهم كده في الجنب وبرضو هيستووا بنفس الصوص اللي هينزل من الفراخ. مش هتحتاجي انك تعملي فيها اي حاجة، هتغطيها. انا بس عملتها هنا في الجريل لان هي بتكون محكمة قوي في التسوية، فما بتحتاجش حتى ان انا اقف جنبها. وتسيبيها حوالي من ربع ساعة لتلت ساعة. بعدها بتروحي جاية قلباها على الجهة التانية عشان تتشوح من الجهتين وتستوي من الجهتين. وكمان ربع ساعة وبتاخدي احلى طبق شيش طاووق. هتقدميه بايه بقى؟ مع بطاطس محمرة، شوية مخلل، سلطة الطحينة، تاكليه كده مع مكرونة حمرة، ممكن مع رز أبيض. أي اختراع هيتاكل معاه الشيش طاووق. وممكن كمان تعمليها في ساندوتشات وتضيفي لها بقى لو عندك خس، عندك خيار أخضر، عندك حتى خيار مخلل، هتعملي وهتاخدي أحلى ساندوتشات ممكن تعمليها في البيت، وأحلى من المطاعم اللي بره كمان، من غير ما نخرج ومن غير ما نكلف نفسنا. دلوقتي بقى لو عجبتك الوصفة وعجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. وألف هنا على قلبكم.